السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا حبايبنا في الله، رب يكونوا بخير. وطبعا بعد فضيحة النادي الاهلي قدام فريق بيراميدز او الاهرام، حابين نقول للنادي الاهلي يا اخوانا، النادي الاهلي متدمر. والنادي الاهلي لو كان لعب الماتش ده بالناشئين كان كسب. نادي الاهرام ده اللي جاب تلات اجوان دول، كل التلات اجوان دول من النادي الاهلي. خطأ من تمرير من ياسر ابراهيم، ثم خطأ يعني في التصدي من مصطفى شوبير. ثم اللعبة التانية، محمد بن رمضان بيتقطع مع الفريق، يعني مواجه لانه هيعمل هجمة، اتقطع محمد بن رمضان. يجي ياسر ابراهيم باشا يرمي نفسه، طبعا عايز يعمل ان هو مصاب يعني فيطلع، فاللعيب ينفرد بجون. برضه خطأ في مصطفى شوبير ان هو سايب طول المسافة دي ما بين اخر مدافع وما بينه، حتى ما فكر ان يطلع ويغطي. فلا لا لا يا اخوانا، النادي الاهلي متدمر خالص. وده اعتقد اللي في الملعب ده مش جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لو كان في الملعب، جمهور النادي الاهلي الحقيقي لو كان في الملعب، اللعيبه دي ما كانتش طلع سليمه. اللعيبه ما كانتش طلع سليمه. ده مش جمهور النادي الاهلي يا اخوانا. اقل حاجه الملعب ده كانت ملا ازايز، يعني مش هقول لك حاجه، اتملى بسكويت. بس اللعيبه دي ما كانتش طلع سليمه بالاداء اللي احنا شفناه في الملعب ده. يا اخوانا اللعيبه دي متدمره. النادي الاهلي لو ما باعش اللعيبه دي هيبقى الصراحه خراب على النادي 50 سنه قدام. لازم النادي الاهلي يبيع، بدايه من حارس المرمى بالاساسي بتاعه، يعني مصطفى شوبير والشناوي دول يتباعوا. الباكين يمين والشمال، اللعيبه اللي جابها من نادي الزمالك دي يبيعها ويخلص منها. طالما انت كده كده السنه الجايه مش احتمال كبير ما تلعبش دوري الابطال، يبقى نلعب بالايه؟ نلعب بالناشئين. نلعب بالناشئين. الاهلي اكسب واحد، اكسب اتنين، اكسب تلاته. طالما خلاص انت مفيش هدف دلوقتي، يبقى لازم نلعب بالناشئين ونتكل على الله. وان شاء الله لو كسبت تلات لعيبه واربع لعيبه من الكام ماتش اللي جايين دول يبقى تمام. هتقولي طب ينفع العب بالناشئين قدام نادي الزمالك؟ يا ريت نلعب بالناشئين قدام نادي الزمالك، عشان لو لعبنا بالناشئين قدام نادي الزمالك هيكشف اللعيبه دي اكتر واكتر واكتر. وانا بقول مصمم ان الملعب ده مش جمهور النادي الاهلي. ده مش جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي الحقيقي كان عمل تصرف غير كده خالص. وعايزين نقول كمان ان البدايه محمد الشناوي لما ما كانش عاجبه جمهور النادي الاهلي ومنع اللعيبه انها تروح تحيي اللعيبه، ده كان بدايه. وانا قلتها ساعتها دي بدايه الكارثه جايه. اللعيب وساعتها مدير الكوره محمد رمضان ساعدوا على ده. يعني كمان في جهاز اداري، الجهاز الفني الجهاز الفني النادي الاهلي ساعدوا على ده. قال اللعيبه اسمعوا كلام الكابتن، ما تروحوش للجمهور. فده كانت البدايه. وانا بقول لحضراتكم واكد تاني وتالت ورابع، اللي في الملعب ده مش جمهور النادي الاهلي خالص. دي ناس مجموعه بتروح مع تذاكر مخصصين ان يروحوا ويجوا بس كده. وان شاء الله التغيير قادم، وباذن الله